السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مع عبد الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكباب الإيراني ومع الرز المندي بإذن الله. طريقة جديدة وحلوة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. توكلنا على الله، بسم الله. اول حاجة جبت كيلو لحمة، حطيت عليه 100 جرام دهن، ودلوقتي بحط عليه معلقتين كبار دقيق، ودول بصلتين كبار مبشورين ناعم وشايله المية بتاعتهم، عصرة المية بتاعتهم. ودي معلقة كبيرة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وديت معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة صغيرة فلفل اسود. هنعجنهم كويس قوي مع بعض ونحطهم في التلاجة من نص ساعة لساعة عشان يتشمع. هنعمل دلوقتي على ما اللحمة ترتاح في التلاجة هنعمل الرز. جبت دلوقتي معلقة كبيرة زيت، عليها مكعب صغير زبدة، وهحط عليهم بصلة. خليت البصلة بعد ما تصفر كده احط عليها ليمونتين بس مش هفتحهم، انا عايزة النكهة بتاع الليمون ما تبانش قوي في الاكل، بس تدي نكهة خفيفة. وحطيت حوالي نص معلقة صغيرة حبهان حصى سليم، وعود قرفة وقسمته نصين، ومعلقة صغيرة بهارات مندي. وهحط عليهم 4 كوبايات مية مغلية. دلوقتي انا هسيب الحاجة دي، النكهة بتاعت البصل والبهارات تنزل تغلي مع بعض كويس اوي لغاية ما النكهة تنزل في المية. طبعا حطيت معلقة ملح. دلوقتي الرز ده انا كنت نقعه نص ساعة، هحطه دلوقتي. دول 3 كوبايات كبار رز بسمتي. طبعا المية لما بتغلي بتنقص شوية، مفيش مشكلة، مش هنزود مية. لما بيكون رز فيه بصل، البصل بينزل سوائل برضو زيادة فبيسوي الرز معايا. كده بالنسبة لي المية مظبوطة قوي، لان انا نقع الرز. لو مش نقعاه بحط على كوباية الرز البسمتي كوباية ونص مية لو مش منقوع، بس ده منقوع. خلاص كده. هحط بقى دلوقتي عليه لما خلاص يتشرب المية كلها، انا هحط عليه الزعفران. لو ما عندكش زعفران حطي لون زعفران موجود عند العطار. خلاص كده الرز خلص معايا، اوطي عليه النار خالص واعمل معاكم الكباب. الكباب الايراني ده جميل قوي على فكره، لذيذ. ديت معلقه عصير ليمون، انا نسيت احطها في البدايه، ما فيش مشكله. وديت الاسياخ اللي انا هعمل عليها، بس انا نقع الاسياخ دي نص ساعه في ميه عشان ما تتحرقش. بشكلها بقى كده. طبعا وانا بشكلها ببل ايدي ميه عشان ما تلزقش في ايديا. وانا بحطها على الشبكه بقى اللي انا هحطها عليها، بقوم ضغط عليها عشان تديني العلامه بتاعه الشبكه، يعني تتعلم فيها الخطوط بتاع الشبكه، اتعلم فيها. انا هخلص بقى الكميه كلها دلوقتي. انا لما حطيتها في الفرن شغلت الفرن على درجه 250 وحطيته فيه من غير ما اغطيه، ما غطيتوش. خلص بقى الكميه كلها. انا دلوقتي بعلم الشبكه، بخلي الشبكه تعلم في اللحم، تدي شكل ظريف يعني، تعمل خطوط كده بتبقى خليها شكلها حلو. قعدت معايا في الفرن تقريبا نص ساعه. لما خدت لون بقى رحت انا مطلعها. بحط بقى في الدهون اللي نزلت دي اللحمه الفحمه معلش، عشان تديني الريحه بتاع الشوي على الفحم يعني. وبغطيها طبعا عشان ريحه الفحم اللحمه تشربها كلها. وقدمت معاه خضار مشويه، شويت الخضار انا كنت منزلها قبل كده في فيديو الكباب المصري. واللحمه طلعت خطيره وجوسي من جوه، والله بجد رهيبه يعني. انا متوقعتش الطعم هيطلع تحفه كده، بجد تحفه 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 يعني. يا ريت تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم والله، صدقوني. انا لما بنزل اكله بكون متاكده ان هي كويسه وهتعجبكم ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ونتقابل على خير يعني باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.